بعض القصص تبدأ باختفاء وتنتهي بجريمة، لكن قصتنا اليوم ما لها بداية واضحة ولا نهاية مفهومة. امرأة اختفت مرتين وكل مرة أغرب عن الثانية. وش صار وليش كل شيء فيها يبدو مدروس أكثر من اللازم. نبدأ بقصة اختفائها الأول. العام كان 1993، ولاية تكساس، في مدينة صغيرة الكل يعرف بعض. شخصيتنا كان اسمها بريندا، كانت زوجة وأم لطفلين، تشتغل جزئيا في متجر محلي، تحب الطبخ وتحضر الكنيسة كل أسبوع. يعني باختصار حياتها كانت بشكل طبيعي. بس الحقيقة وحسب كلام ناس مقربين منها انها كانت تعيش في سجن صامت. زواجها كان صعب وعلاقتهم كانت متوترة ونظراتها دائما فيها شيء مكسور. وفي يوم من الايام يصادف يوم الخميس الساعة 8:15 الصبح، قالت لزوجها بروح اشتري اغراض وبرجع، وما رجعت واعطتنا وضعية ذهب ولم يعد. مرت ساعات وبعدها زوجها اتصل في الشرطة وقدم بلاغ. اتصل الو زوجتي راحت البقالة وما رجعت. والشرطة بدأت البحث، تحقيقات، تفتيشات، مقابلات واستجواب للجيران، لكن بدون أي فائدة. لا كاميرات ولا شهود ولا حتى جثة، كأنها تبخرت في الهواء. العائلة كانت مدمرة، بس مع مرور الوقت الناس نست، والشرطة اضطرت انها تحول ملفها الى ملف المفقودين. والصدمة كانت بعد 5 سنوات، ننتقل 5 سنوات قدام لعام 1998، ولاية أركنساس، فولاية ثانية. مستشفى محلي بسيط، موظفة جديدة تبحث عن شغل لوظيفة التنظيف، واسمها كان كاثي ميلر. هادئة خجولة لكنها ملتزمة، ما حد شك فيها بشيء، إلا أن تم تطبيق نظام جديد في المستشفى، وهو نظام البصمات للموظفين. وبالصدفة بصمتها اتطابقت مع بصمة امرأة مفقودة من 5 سنوات. طبعا عرفتوها، بريندا. الشرطة كانت مستغربة وما صدقت، كيف شخص مختفي من سنين ويطلع موظف عادي، اسم جديد وفي ولاية ثانية. أرسلوا محقق راح بنفسه للمستشفى، شاف المرأة وتأكد انها هي، نفس العين ونفس الصوت، نفس الندبة الصغيرة في الحواجب. جلس معها وسألها بسؤال مباشر: أنت بريندا؟ سكتت وطالت في السكوت، وبعد لحظات وبكل هدوء قالت: كنت. اعترافها كان غريب، اعترفت بكل شيء. قالت انها خططت لاختفائها بدقة، جمعت شوية فلوس، لبست ملابس عادية ومشت لمحطة الباص بعد ما زوجها راح الشغل. طلعت على الباص بدون وجهة محددة، راحت ولاية ثانية، وفي أول فترة راحت عاشت في ملاجئ النساء، اشتغلت شغل بسيط. بعد كم شهر بدأت حياة جديدة باسم جديد. وقالت للمحقق: ما كنت هاربة من القانون، كنت قاعد أهرب من حياة قاعد تقتلني كل يوم. أما عن زوجها ما كان عنده أي سوابق رسمية، ولكن أقرب صديقاتها كانت تقول أن زوجها يعاملها بمعاملة سيئة، وكان يهددها بأكثر عن مرة. مع أنها قررت أنها تختفي بدون ما تقول شيء، لكن المحكمة قررت أنها ما تلحقها قانونيا. ما كان في أي تلاعب في أوراق رسمية وما كان في جريمة. وبعدها بريندا حاولت تعيش طبيعي، رجعت تتواصل مع أولادها بشكل خفيف اللي صاروا مراهقين، بس العلاقة كانت مشوشة بينهم، هوية جديدة وماضي ثقيل والكل يراقبها. ولكن فجأة في 2005 اختفت من جديد، هالمرة بدون أي أثر ولا تواصل ولا بصمة. حساباتها البنكية ما تحركت، جوالها مغلق، شقتها فاضية. جيرانها يقولون انها كانت هادية اخر فترة وانها عندها شنطة. طبعا الشرطة ما قدرت توصل لأي شيء ولا حتى حصلت تفسير لاختفائها. شو اللي كانت تهرب منه؟ هل كانت تحاول تهرب من شخص معين أو من شيء داخلها؟ هل كانت ضحية أو تلعب دور الضحية عشان تتهرب من مسؤولياتها؟ في ناس يقولون إنها إنسانة مضطربة تعاني من مشاكل نفسية ويمكن فيها اضطراب الهوية. وفي ناس ثانيين يقولون إنها ذكية جدا، عرفت كيف تمسح ماضيها مرتين، لكن لليوم ما حد يعرف الحقيقة كاملة. وين راحت؟ هل عايشة باسم ثالث؟ هل غيرت مظهرها؟ هل حد ساعدها؟ كلها أسئلة بدون أي أجوبة. وش رأيك أنت عزيزي المتابع؟ هل الإنسان له حق أن يبدأ من الصفر حتى لو على حساب اللي يحبونه، ولا في حدود ما ينفع أنك تتجاوزها حتى لو كنا عايشين بجحيم؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، ولا تنسى بعض القصص ما تنتهي، هي بس تختفي مثل أبطالها.